ايه رأيكم بقى في الفسيخ الجميل التحفة ده؟ طبعا كلنا بنحب الفسيخ وبنعشق ريحته المميزة. هنعمله النهاردة في البيت بأسهل طريقة. وهنعمله بكل الأسرار بتاعة الفسخاني. يلا بينا بقى نبتدي فيديو الفسيخ. بس قبل ما نبتدي، اللي أول مرة يشوفني، أنا أماني ودي قناتي. ما ننساش نحط اللايك إعجاب بالفيديو واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي الجديدة أول بأول. وما ننساش نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا نبتدي الفيديو. معايا كيلو ونص سمك بوري، ومعايا كيس ملح خشن، ومعلقتين شطة، ومعلقة كبيرة كركم. معايا كمان الملح الخشن خالص ده، بنجيبه من عند العطار، بنقوله عايزين الملح بتاع تمليح الفسيخ. هنكون طبعا مجهزين علبة كبيرة فيها 5 أو 6 أكياس مفرودين في العلبة. هنمسك السمكية، هنطريها كده، هنضغط عليها من على الجناب، مش هنيجي ناحية البطن خالص. وطبعا تدليك الجناب ده بتاع السمكية علشان السمكية لما تستوي في التمليح تبقى طرية معاكي وتبقى زي الزبدة. واهم خطوة، لازم تسيبي السمكة لحد ما تنشف خالص من المية بعد ما تشتريه. هنفتح الخياشيم وبق السمكة ونكبس فيهم الملح والشطة والكركم. الطريقة دي صحية، وفكرة بقى الشطة هنا عشان تقتل البكتيريا والجراثيم، والكركم كمان عشان اللون الجميل بتاع الفسخاني، والملح بقى اللي عامل زي التلج ده، دي بقى الصنعة اللي هم شغالين بيها. اما بيتقفل عليه بيطلع صهد وحرارة، فبيخلي السمكة تستوي بسرعة. بالطريقة دي هتعملي احلى فسيخ في البيت. هنحط بقى السمك بتاعنا بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده، والسمكية كل سمكية هعكس السمكية التانية جنبها كده بالمنظر ده. هنعكس عكس الاتجاه، الراس في الناحية دي، الراس في الناحية التانية، وهكذا لحد ما نخلص الكمية كلها. وبين كل سمكتين هنرش ملح خشن وهنرش ملح وشطة وكركم. هنخلص الكمية بتاعتنا كلها وهنسويه كده. هنحط كده الديل بتاعه تحت، مش هخليه مرفوع لفوق. وهحشي برضو ملح زي ما انتوا شايفين معايا كده، مش هسيب حتة الا لما احط فيها ملح. وهقفل الكيس، واهم حاجة وانتي بتقفلي الكيس ما تخليهوش يكون فيه هوا. اعمليه كده من الهوا جامد، اضغطي عليه كده، طلعي منه الهوا وقفلي كويس. قفلي كيس كيس، مش كله مرة واحدة زي ما انت شايفة معايا كده. وانا بقفل كل كيس تطلعي منه الهوا. دي اهم خطوة في تمليح الفسيخ، لازم ما يكونش الكيس فيه هوا خالص. هقفل العلبة زي ما انتوا شايفين معايا كده، وان شاء الله مش هفتح عليها الا بعد 5 ايام. وانا وقفت الفيديو على كده، ومش هكمله الا لما الفسيخ بتاعي يتملح، وهوريهولكم بعد ما يتملح. طبعا ما ننساش بعد يومين نفتح العلبة بتاعتنا ونقلب الكيس على الجنب التاني، ونرجع نقفل العلبة تاني ونحفظه في مكان ما يكونش فيه نور كتير. وده طبعا شكله بعد ما اتملح بعد 5 ايام بالظبط. فتحت عليه وكانت ريحته حلوة قوي، رهيبة. مش عايزة اقول لكم ريحته عاملة ازاي. انتوا طبعا عارفين ريحة الفسيخ، وعارفين بتبقى ريحته مميزة جدا. هفتح كيس كيس. طبعا المية اللي انتوا شايفينها ديت عشان انا قلبت الكيس بعد يومين. ده الفسيخ، وده الملح اللي انا حطيته، اللي انا وريته لكم ثابت زي ما هو. ملح لي الفسيخ وهو لسه ما دابش خالص. ده لون الفسيخ بتاعنا، شايفين لونه جميل عامل ازاي؟ شكله جميل قوي، وريحته مش عايزه اقول لكم فوق الوصف. طبعا كلنا بنحب الفسيخ وعارفين ريحته وعارفين طعمه بيبقى عامل ازاي. هنفتح الفسيخ بتاعنا ونشوف جماله ونشوف شكله، ونشوفه بعد ما تملح شكله ايه. وده طبعا شكل الفسيخ بتاعنا، شايفين لونه عامل ازاي؟ لونه احمر وزبدة، ريحته تحفة قوي، مش عايزة اقول لكم ريحته خطيرة. ما ننساش برضو خطوة واحنا بنملحه، لو في سمكية كبيرة وسمكية صغيرة هنملح الكبير تحت والصغير فوق. هتملحيه بطريقة مضمونة وسهلة ومريحة قوي وانتي قاعدة في بيتك. وبس كده، دي كانت طريقة تمليح الفسيخ. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك
تقولوا لي رأيكم في التعليقات. وما تنسوش تدعموا قناتي بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس. وشكرا لكم جدا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوش في آخر الفيديو تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.